السلام عليكم. ده الفيديو رقم 3 في سلسلة فيديوهات اي بي سي سيسيليان. معاكم الكوتش محمد والي، ويلا بينا نبدأ ونتفرج على الماتش الجميل ده. ماتش صغير ما بين واحد ريته 1431 قصاد واحد الريت بتاعه 1737، يعني كده الاسود ريته اقل من الابيض ب 300 نقطة. لكن في الماتش ده بيبين ان الريت ممكن ما يكونش هو الحد الفيصلي. لكن لو انت مركز وبتلعب بشكل اجريسيف وبتلعب وانت مش خايف من الخصم ده، يقدر ان هو يخليك تكسب الدور. تعال نشوف هنا. الابيض لعب اي 4، لعب له سي 5، لعب له بيشوب سي 4، نقلة تعتبر الى حد ما مش قوية قوي في مرحلة الافتتاح. اي 6 دي 3 A6، دي النقلة اللي اتكلمنا عليها في الماتش الأول. لو ما شفتش الماتش الأول ارجع واتفرج عليه. احنا كده ماشيين في السيسيليان، فكرة بفكرة وفكرة تسلم فكرة. وطبعا بحاول ان احنا ما ناخدش المين لاين، لا احنا هناخد الافكار الباسيف بالنسبة للابيض، وازاي الاسود يقدر ان هو يستغل المناظر دي لصالحه، ويقدر يوصل للافكار بتاعته اللي ما بيعرفش يوصل لها قوي مع الهاي ليفل، او بالافكار المفتوحة من جانب الابيض الشارب، واللي بتعتمد على التريكي موفز والنقلات المفاجئة. طيب هنا بس انا فهمتك استراتيجية الدور بتكون ماشية ازاي في الفيديو رقم 1، اللي هو الشكل الاستراكشر بتاع الدي السي 2 دي 3 اي 4، والبيشوب حاليا في مربع السي 4. اوكي، تعال نكمل. نايت اف 3، الابيض بينتشر بقطع جناح الملك عشان يطبق قواعد الاوبننج، سنتر كنترول، ديفلوب اند كينج سيفتي. طيب هنا بي 5، بي 5 هات الفيل. بيشوب على بي 3 قام لاعب برضه نفس الفكره، بيشوب بي 7. المره دي في الماتش اللي فات كان بيلعب اي 3 وقلنا نقله بطيئه. هنا الابيض على طول استخدم التبييت. الاسود هنا لعب بيشوب اي 7، منتظر اي رد من جانب الابيض انه يحط مثلا الفيل بتاعه في اي 3، او حتى يخرج بالنايت او يلعب اي لعبة إن كانت مش فارقة معاه. هنا لعب نايت سي 3، فهنا لعب له كوين سي 7. فكرة مجنونة، كوين سي 7. دلوقتي كوين سي 7 من غير ما يلعب دي 6. عاملة ايه؟ عاملة ان انا حاطط ضغط على الاي 5، حاطط ضغط على دي 6، حاطط ضغط على اف 4، مانع الفيل يجي في الاف 4، حاطط ضغط على جي 3، حاطط ضغط على اتش 2. الوتر كله مهم جدا 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 فوق مما تتخيل. وكمان عايزه ايه كوين سي 7؟ عايزه فكره مهمه جدا. لو لعبت دي 4 علشان تفتح الوسط، هلعب لك سي 4 وهاجم لك الفيل، والفيل كده ترابت، فيل كده تاكل. اوكي، لكن انا ما اقدرش العب سي 4 على طول، لان حاليا ممكن ياكل، وبعد ما اكل يقدر يهرب بالفيل بتاعه من على مربع ال A4. طيب اوكي، تعال نشوف كوين سي 7 دي مهمة في ايه وهيستخدمها ازاي. طيب هنا لعب بيشوب E3، بيحاول ينتشر باخر قطعة عنده وحطها في مربع E3. مربع E3 ده يعتبر من المربعات اللي بتكون مش قوية قوي، لان لو الاسود وصل لدي 5 هيكون عايز يوصل لدي 4، هو حاليا مش قادر يوصل لدي 5 عشان في حوالي 3 حاجات مراقبين المربع. هيكون عاوز يلعب دي 4، ولما يوصل لدي 4 هيعمل فورك. عشان كده المربع ده مش من المربعات القوية للفيل في البوزيشن بتاع الاستراكشر ده. اوكي، طيب تعال نشوف هنا الاسود رد ازاي. الاسود لعب نايت اف 6، وعلى غير العادة من غير ما يلعب دي 6، سايب الابيض يلعب له اي 5. ليه سايب له الاي 5 يا ترى؟ علشان البيدق لما اتزق بقى ادفانسد بون في اي 5 مفيش عسكري هيدعمه، فكده البيدق ده محمي بنايت
فقط، فاقدر ان انا امشي بالنايت بتاعي ضاغط على البون بالكوين وبالنايت. فلو قرر يدافع من جانب الابيض ببيشوب على F4، دلوقتي هيبقى في حاجة زي نايت C6، هات البون بقطعتين ووزير. ولو قرر يلعب حاجة زي نايت او روك على E1، دلوقتي البوزيشن هيكون الضغط كله قايم على فكرة ال E5. فممكن هنا يفكر في حاجة زي F6، بس F6 ممكن ياكل. ساعتها انا ممكن ان انا اكل البيشوب، ولو قررت تاكل البيشوب بتاعي ممكن افكر ان انا اهاجم لك النايت بتاعك اللي على F3. ليه يا ترى؟ علشان لو اكلت النايت بتاعي فتحت لنفسي فرصة هجومية قوية جدا على الملك. فدلوقتي بعد كوين F2 او كوين H2 تشيك، هنا هيبقى فيه تشيك ميت على الملك. ففكرة F6 فكرة عبقرية، فكرة قوية جدا. بعد روك E1 بدأ يظهر الهجوم، او هات بيدا ال E5 الادفانسد، وانت كده هتخسر عسكري. طب افرض لعب كوين على E2. كوين على E2 هنا هتفرض الضغط او الهجوم بون تيك بون. ساعتها هتاكل مثلا بالنايت عشان تهاجم النايت اللي موجود في الجي 4، ولما اجي اكلك هتاكل بالبيشوب بحيث انك تهاجم لي الكوين بتاعي اللي موجود في سي 7. فلما اجي اكسر تكسر، اكسر تكسر بالمنظر ده. انا حاليا اخدت منك ميزة الفلين. طبعا ممكن ان انا هاجم الروك عشان ابقى ابعد الروك من على الاي 5، ويبقى البيشوب 2 بيشوب باصين على الملك، وبعد كده ممكن اكسل واجوز الرخين على العمود. اوكي، بوزيشن الاسود يعتبر يعني مرتاح. ده لو قرر ان هو يلعب حاجه زي F6. اوكي، بغض النظر عن التحليلات، ممكن تحلل البوزيشن ده اكتر لو معاك الانجن دلوقتي وفتحه وحاطط البورد قدامك. طيب حاليا هو لعب ايه؟ لعب هنا A3 وعلى غير المتوقع. ليه A3؟ هو هنا عايز يعمل ايه؟ هو خايف من ان الاسود يلعب له C4، فلما يجي ياكل البون ده يقع منه. بص الضغط على مربع الاي 4 مهم ازاي. فهنا عايز يلعب E5، اجبرتك انك تاكل، فانا عايز العب A3 بحيث لما اجي العب C4 واكل، انا حاليا ممكن ما اكلش وامشي بالبيشوب، وحافظت على بيدا السنتر بتاعي. بس طبعا انا مش هعمل حاجه زي كده كاسود، انا مش عايز افتح البوزيشن بالمنظر ده. وانا شايف ان دور الابيض باسف، انا مش عايز ادخله يبقى عنده كاونتر بلاي عليا ويلعب معايا في الدور. بون تيك بون، هيبقى في نايت تيك بون او بيشوب تيك بون، بس طبعا بعد بون تيك بون هات البيشوب، وبعد ما يمشي هبدا ان انا اوقع البون. اوكي طيب، هو لعب A3 هنا، وطبعا هو فكره السي 4 مش فكره لذيذة يعني. هنا هو لعب ايه؟ لعب نايت سي 6، ونقلة في منتهى الأهمية عشان تعطل زقة الاي 5، والعب على طول نايت جي 4 وهيبقى البيدق وقع. طبعا النايت ده هيبدأ يبان أهميته قد ايه النايت ده مهم لما بيخش من مربع الدي 4 في التوقيت المناسب او مربع الاي 5. طيب هنا انا قفلت على الفيل، قلت لك الفيل ده مش مقفول عليه. طيب كوين دي 2، دلوقتي هو بينتشر باخر قطعة عنده عشان يخش ميدل جيم، والرخاخ تبقى كونكتد بالمنظر ده. دلوقتي بقى الاسود لعب نايت جي 4، هات البيشوب، وكمان هات البون اللي هناك ده. انا عارف ان النايت بيدافع عنه، لكن في وقت من الاوقات هشيلك النايت اللي موجود على F3. طيب دلوقتي هات البيشوب، وهات نقلة نايت دي 4 في التوقيت الصح عشان احاول امشي لك النايت ده واديك مات. دلوقتي هو لعب بيشوب اف 4. طيب البيشوب اللي عندي الباسف ده، طب ما تاخده كده مني عشان اشيل الافيال وافضي مربع الدي 4 للنايت عشان اعرف اديك مات على مهلك في اتش 2.
طيب اكل الفيل فعلا، اكل بالكوين. دلوقتي الاسود طالب ايه؟ طالب نايت دي 4، طالب ان انا اكل حصان في حصان واكل البون بكش ملك مات. ماذا لو دلوقتي الابيض لعب اتش 3؟ الاسود يرد عليه، هل بيمشي بالنايت؟ لا. امال هيعمل ايه؟ بيلعب حاجه زي اتش 5، طالبه نفس النقله، نايت على دي 4. لو اكل باكل، هات النايت وهات الكش مات في اتش 2. ولو قررت انك تزق عشان تقفل الكش مات، هاكل منك النايت، وكده كده الكوين هيمشي ويروح يديك كش مات. طبعا لو عايز ادافع عن البيدق هدافع عن البيدق. طيب دلوقتي بعد ما اكل وزير في فيل، لعب ايه الابيض؟ لعب كوين على جي 5. كوين على جي 5 طالبه ايه؟ طالبه النايت اللي مهدد فكره كشمات من على نايت دي 4 من جانب الاسود. طيب هنا الاسود تعامل ازاي مع النقله دي؟ لعب له اتش 5، قال له خد العسكري اللي تحت، بس خلي بالك هيبقى نقلات زي دي هتبقى قويه جدا عليك. كوين تيك جي 7، قبل ما هاجم امن ملكك، قبل ما تهاجم وتكمل في فكرتك الهجوميه امن ملكك الاول، وكده كده الهجوم جاي جاي، ما تستعجلش عليه. دلوقتي الابيض لعب كوين تيك اف 7 بلاندر، نقلة سيئة جدا. طبعا هو لعب كذا نقلة سيئة، ودي نقلة خلاص حسمت الدور لصالح الاسود. روك اف 8، هات الكوين، كوين خلع، روك تيك نايت، هات مات. دلوقتي الابيض الى حد ما خلاص بينهار، لعب له جي 3، قام لاعب نايت اي 5، هات الكوين، مشى بالكوين، مشى بالروك، قال له هات الكوين. طبعا عشان الريت قليل ما شافش الفكرة دي، وكش ملك هات الكوين، والكوين راحت. وده كان الدور التاني من جانب الاسود، والفكرة التانية من جانب الاسود الهجومية اللي استخدمها عشان يوصل لكش ملك ومات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.